ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم يوسف سمير رشدي من قناة مستشارك العقاري جو. كل سنة وانتم طيبين. بعد غلق الاعلان طبعا ناس كتير قوي كانت بتسألني ازاي لو هي ما حلفهاش الحظ وعايزة تسحب الفلوس، ايه الطريقة؟ طيب الاسكان منزلة النهاردة الاسكان توضح كيفية استرداد مقدم حجز في حالة عدم الفوز بوحدة سكنية. يعني لو انت مش في الاولوية وعايز تسحب الفلوس، ما تستناش حاجة تاني او مشروع تاني، تعمل ايه؟ طيب، لا يحالف الحظ في أحيان كثيرة جميع المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. والأسباب مختلفة، منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للحجز أو عدم مطابقة شروط العميل المتقدم لشروط الحجز المنصوص عليها. طيب، ده اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. هينزلوا لينك التظلمات لأي حد ورقه ناقص أو في حاجة ناقصاه عشان يكملها. طيب جميل. بعد لينك التظلمات دوت هيبقى فيه أولويات، وهيبقى فيه ناس داخل الأولوية، ناس خارج الأولوية، ناس هتبقى عايزة تسحب فلوسها وناس عايزة تستمر. طب احنا الفيديو ده هنتكلم على الناس اللي عايزة تسحب فلوسها تعمل ايه. طيب، وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري السيدة مي عبد الحميد أن هناك أوقات كثيرة لم يتمكن جميع المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، لأن هناك إعلانات تشهد إقبالا كبيرا من قبل المتقدمين والذي يفوق عدد الوحدات المطروحة، فيصبح الأمر متروكا للأولوية المنصوص عليها. طيب، أما عن كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية، أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه على العميل الراغب في سحب مقدم جدية الحجز أن يقوم بتقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر. يعني بيدخل على الموقع لصفحته. طيب، هيلاقي أول ما بيدخل هيقوم باختيار استرداد، هيلاقي أيقونة مكتوب عليها استرداد مقدم الدفع. وهيقرأ، هيبقى تحتيها هيدوس عليها، هيطلع له فيها إقرار. هيدوس موافقة على الإقرار الموجود بالصفحة على الموقع. أول ما يدوس على أيقونة استرداد مقدم الحجز هيدوس على الإقرار بالموافقة. طيب، وعقب إتمام الطلب يقوم بنك التعمير والإسكان بتنفيذ إجراءات التحويل وإختار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى تم رد جدية الحجز. طيب جميل. اللي فهمناه من كده إيه؟ إن اللي عايز يسحب فلوسه يا جماعة بعد ما الإعلان ما يتقفل والتظلمات تتقفل، على طول خلاص هيبقى فيه أولوية وخارج أولوية. اللي عايز يستنى هيستنى، اللي عايز يسحب فلوسه هيدخل على صفحته برقمه، صفحة الإسكان يعني برقمه القومي وبكلمة السر. هتتفتح له قراءة الصفحة، هيلاقي أيقونة مكتوب عليها استرداد مقدم الدفع. هيدوس عليها، هيطلع له إقرار، هيقراه وهيدوس عليه موافق. فهيتبعت له بعد يعني حوالي 6 ساعات 8 ساعات أو ممكن يوم، هتبعت له رسالة إن هو يتوجه يصرف فلوسه من أنهي بنك. ولما يدخل على صفحته تاني هيلاقي إن الصفحة بتاعته اتغير الكلام اللي عليها زي ما بيقولوا هنا هو بالظبط. هيكتب له عليها تم رد جدية الحجز. هيعرف ان فلوسه اتحولت على البنك وان الفلوس خلاص ما بقتش موجودة في الاعلان دوت اللي هو قدم فيه. واكدت الرئيس التنفيذي للصندوق على انه لا بد من ان يلتزم كل من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته بشكل دائم ومنتظم لمدة 5 سنين. وأشارت الرئيس للصندوق أنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات، كما أنه يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مرور ال5 سنين. جميل أوي كده. كان معكم يوسف سمير رشدي.